ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله. نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن سام صوف فيديو جديد النهارده ان شاء الله. هنتكلم عن اختبارات نادي المقاولين في المحافظات. ناس كتير من المحافظات بتسالني عن اختبارات قريبه منها، فانا بحاول اجيب لكم الاختبارات اللي في المحافظات عشان تبقى قريب منك وتقدر ان انت تلاقي فرصه كويسه ان انت تروح نادي كويس. هنتكلم عن المحافظات اللي هتتعمل فيها اختبارات المقاولين والمواعيد وكل حاجه تخص اختبارات نادي المقاولين في المحافظات. بس لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه ما شاركتش في القناه، انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشارك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نسوي لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا بينا. نادي المقاولين من الانديه اللي بتروح اختبارات كتير جدا، رغم ان في بعض النصايح ان انت ما تروحش الاختبارات عشان بيبقى فيها سبوبه، وبيبقى فيها ان هي نادي استثماري بعد ما بتنجح بيطلب منك فلوس. بس برضو ما يمنعش ان بعض المواهب المميزه جدا هي اللي بتروح النادي. عشان كده بنصحك دايما لو انت مش من اللعيبه المميزه جدا بلاش تروح اختبارات نادي المقاولين. لو انت نص نص او محتاج شغل بلاش تروح اختبارات نادي المقاولين. هقول لك اسباب ليه ما تروحش، هقول لك كل التفاصيل بعد ما اقول المواعيد والاماكن اللي هيتعمل فيها اختبارات. نادي المقاولين قرر السنه دي ان هو يعمل اختبارات في اكتر من محافظه، ودي اول مره يعملها، وهتبتدي من يوم 4 6. هتبتدي من يوم 4 6. هيبتدي من يوم 4 6 في محافظه الدقهليه استاد بني عبيد. يوم 4 6 في محافظه الدقهليه استاد بني عبيد الساعه 8 صباحا. ده بالنسبه لاول محافظه. طب تاني محافظه تبقى محافظه الشرقيه في استاد الزقازيق يوم 5 6. كل المواعيد اللي انا هقولها دي الساعه 8 صباحا. في قلنا تاني محافظة الشرقية استاد الزقازيق يوم 5 6. تالت محافظة وهي محافظة المنيا في مركز شباب بني مزار يوم 5 6 برضه. رابع محافظة وهي محافظة المنيا في مركز شباب مطاي يوم 6 6، يعني مرتين محافظة المنيا. المحافظة اللي بعدها وهي محافظة البحيرة هتبقى في الرحمنية في شبرا خيط يوم 6 6. المحافظة اللي بعديها هتبقى في محافظة المنيا تالت مرة على ملعب الثانوية العسكرية يوم 7 6. المحافظة اللي بعديها لتاني مرة محافظة البحيرة هتبقى نادي مبارك بالنوبارية يوم 8 6. المحافظة اللي بعد كده لتالت مرة تبقى محافظة الشرقية مركز أبو حماد يوم 9 6. وآخر محافظة معانا محافظة الدقهلية ملعب شاوة يوم 10 6. ده الفترة دي المحافظات اللي هيعمل فيها اختبارات نادي المقاولين، وبرضه هيعمل اختبارات في باقي المحافظات في الصعيد وفي أماكن تانية كتير لسه موصلتلهاش الاختبارات. وبرضه لو انت من بعيد ما تقلقش، ان شاء الله هيجيلك نادي هيعمل اختبارات عندك. يعني نادي انبي لسه هيعمل اختبارات في محافظات تانية، ونادي المقاولين هيعمل اختبارات في محافظات تانية، ولسه هتلاقي في انديه تعمل اختبارات بره، وهتلاقي في انديه قريبه منك بتعمل اختبارات. كل ده هنزله لكم في القناه، عشان كده بقول لك فعل زر الجرس لو انت مش مفعله، عشان اي اختبار يجيلك اشعار على طول بالاختبارات دي، ما يفوتكش اي اختبار. لو هتسألني تروح ولا لا، لو انت قريب روح، بس هو سعر الاستمارة 100 جنيه، سعرها غالي شوية، فانا ما بحبش الاستمارة اللي بتبقى غالية دي. ده بيبقى برضو مدي لي مردود ومدي للناس مردود ان هما المصلحة من الاختبارات هي المادة او الفلوس. فانت لو قريب وشايف ان دي فرصة وحيدة او فرصة مش هتتكرر تاني، ممكن تحاول تروح لو انت لعيب مميز. بس لو انت مش مميز ومش واقف على رجلك يبقى بلاش. استنوني دايما في اختبارات على طول، وتابعوا معايا عشان لو انت مستني اختبارات نادي معين ان شاء الله تقدر ان انت تروح وتقدر ان انت تقبل فيه. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت او اعمل لي فولو على انستجرام وكلمني ان شاء الله ارد عليك. وبكده خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. اشوفكم في فيديو جديد من قناه يوميات لعب كره قدم، والسلام عليكم.